السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جولة جديدة وفيديو جديد من وكالة البلح. النهاردة بقى انا بصور لكم البرانس دي يا بنات، مصورة لكم حاجات جميلة جدا في الوكالة. انا كده كنت يوم الجمعة بعد الصلاة على طول، يعني كنت هناك على الساعة واحدة بالظبط كنت في الوكالة. بصراحة الوكالة يوم الجمعة بتبقى زحمة جدا، بس فيها حاجات كتيرة جدا حلوة وفيها حاجات براندات. يعني النهارده كنت مصوره لكم العبايات والبلوفرات وجواكت وبناطيل جينز، وكانت الاسعار لا قليله قوي لا عاليه قوي او مبالغ فيها بمعنى اصح. البرانس دي كنت مصورها لكم هنا، كنت في شارع الجلاء، وانا قلت لكم ازاي تروحوا. هتنزلوا من محطه جمال عبد الناصر وهتمشوا كده عند صيدليه الاسعاف، هتعدوا ناصيه الناصيه الاولانيه، هتدخلوا عند مستشفى الجلاء، وهو ده الشارع بتاع الجلاء. هتلاقوا كده فيه علامة مميزة اللي هو سنتر الأولياء. هنا بقى كانت البناطيل دي موجودة برضو، كانت ب45 جنيه. حبيت برضو اديكم كده فكرة عنها. شروالات بجميع الألوان، والبرانس اللي انا وريتها لكم دي كانت ب125. تعالوا هنا بقى هتلاقوا سويت شيرتات كده ب65، وهتلاقوا بلوفرات بتاعت الولاد دي ب35. وهنا بقى كانت الشنط دي موجودة، أي شنطة من هنا كانت ب100 جنيه. بكام دول؟ ب100 جنيه يا بنات. وشايفين طبعا أشكال الشنط وأشكال وألوان، يعني حاجات كتيرة جدا كانت موجودة. وكان في منهم الحجم الصغير زي الحاجات اللي طالعة موضة دي. بصراحة شيك جدا، أنا بقيت أحب جدا الشنط الصغيرة أوي بيبقى شكلها شيك كمان. في اللبس ده كمان عجبتني، دي كمان عجبتني أوي أوي. وانا ماشيه بقى في شارع الجلاء لقيت لكم بقى عبايات بيتي قطيفه جميله جدا. بصوا العبايات دي وليها مقاسات كتيره جدا جدا يا بنات، يعني كل المقاسات الكبيره موجوده فعلا في الستاند ده. هتلاقوا فعلا كل الحاجات اللي انتي عايزاها وكل الموديلات، يعني والحاجات قطيفه وشكلها حلو وطويله ومفيش فيها ولا اي ديفو خالص. بصراحه الراجل ده دايما عباياته حلوه قوي. هوصف لكم بقى العنوان او هديكم علامه مميزه كده وانتي داخله من شارع الجلاء اللي احنا قلنا على ناصيته مستشفى الجلاء التعليمي. هتبصي كده على ناحية الشمال هتلاقي مطعم فول وطعمية. هتلاقيه بقى يعني زحمة جدا، ده تقريبا المطعم الوحيد اللي في الوكالة يعني اللي بيبقى عليه زحمة. الشارع اللي جنبه بقى هتلاقي العبايات دي، عبايات كتيرة جدا، استاند كبير جدا. اي حاجة من هنا ب75 جنيه. شايفين استاند كبير جدا. انا ايدي وجعتني من وانا بفرجكم عشان كان الستاند عالي، فكنت بريح شوية واشغل تاني الكاميرا عشان اوريكم. بصراحة يا بنات كل العبايات تقيلة وحلوة ومفيش فيها ولا اي ديفو ولا فيها اي حاجة، وبجد المقاسات كبيرة وحلوة قوي. واللي عجبني فيه كمان ان هو متنوع. يعني بصوا حاجة زي كده عجبتني قوي. الكراهات دي رايقة خالص. عيب بس الستاند انه كان عالي، وكنت عايزه افرجكم على الستاند كله. بصراحه من حلاوته ما كانش يتساب. واكتر حاجه عجبتني فيه ان العبايات طويله. كام ستاند كده كنت بشوفه في الوكاله بلاقي العبايات قصيره قوي. انا معرفش ازاي كده، يعني اني يعني ليه كده اصلا؟ ليه العبايات قصيره قوي كده؟ فالعبايات هنا بصراحه كانت طويله طول حلو. يعني للناس الطوال اللي بيدوروا على العبايات الحلوه دي، لا موجوده بقى في الوكاله زي ما قلت لكم، هنا جنب المطعم بتاع الفول والطعميه اللي في شارع الجلاء. وتاني مكان انا صورت لكم عنده حلو برضو، حاجته كانت العبايات كانت عنده ب55 75. خالد اللي قدام متحف المركبات الملكيه، هتلاقوا فيديو مخصوص ليه انا عاملاه بس للعبايات عشان انتوا كنتوا طالبين مني عبايات اجيبها لكم في الوكاله، فلما بلاقي مكان حلو كده بصور لكم عنده. بصوا بقى يا بنات دي كمان عجبتني قوي قوي وكنت عايزه اشتريها، بس مش عارفه ايه اللي خلاني يعني مركزش واجيبها. كانت حلوه قوي دي. ممكن تلبس بقى تحتيها بنطلون ميلتون، هي اصلا عبايه لغايه الاخر يعني جميله. بصوا انا بقى بجيبها لكم ازاي، جميله قوي قوي. للبنات كمان اللي هم كانوا عايزين حاجات زي كده موجوده، يعني موجوده في وسط الستاند. لو دورتوا هتلاقوا يا بنات الحاجات اللقط دي بتبقى موجوده والله في الستاند. بس اهم حاجه تكوني بتدوري وتبقي مركزه انت عايزه ايه بالظبط.
انا هنا كنت زي ما قلت لكم الساعه 1. للبنات اللي بتحب الروقان انزلي بدري، انزلي على الساعه 8 هتلاقيهم فرشين يوم الجمعه كل الحاجات. هم اصلا كانوا بادئين الاستندات من اول مترو جمال عبد الناصر، من اول ما تطلعي كده قدام صيدله الاسعاف كانوا فرشين الاستندات دي يا بنات. بصوا هنا البناطيل دي بقى كانت حلوه قوي قوي، عجبتني جدا. والبناطيل دي كانت ب75 جنيه. بصوا اشكال والوان وجنسات وكل اللي انت عايزاه موجود هنا ب75 جنيه بس. وزي ما قلتلك كده طول ما انت بتدوري في الوكالة هتطلعي بحاجات جميلة قوي. بصوا كمان البنطلون ده واسع يا بنات وموديلات واسعة. كل ده انا واقفة هنا كده في ظهر سنتر الاولياء. يعني بصوا المدخل بتاعه هتلاقوه كده في شارع جانبي اللي هو شارع الازهري، هتلاقي يافطة كده، هو ده بقى ب75 جنيه. اي حاجة من هنا بقى هتلاقي جنسات على باجي على كاتنج على كل الموديلات هتلاقيها موجودة، وهتلاقي الالوان كمان. يعني كان في منه اللون الجراي وكان في منه اللون البيج، وعجبني قوي الالوان البيج دي لان البيج ده طالع موضة دلوقتي. كل الالوان الفاتحة دلوقتي طالعة تريندي قوي قوي، وفعلا الحاجات ما تتفوتش. ففعلا البناطيل ما كانش فيها ولا اي عيب ولا فيها اي حاجه ومش متهالكه ولا اي حاجه يا بنات. ففعلا لو بتدوري على الحاجات دي انزلي الوكاله. بصراحه كانت كمان في بناطيل جميله جدا موجوده في الوكاله يوم الجمعه، بصراحه كانت خطيره قوي قوي قوي. بصوا هنا بقى كان ب65 الجواكت الاطفال. النهارده انا مصوره لكم جوله كده عامه، لبس حريمي هتلاقي، لبس رجالي هتلاقي، لبس اطفالي هتلاقي. بصوا الجواكت دي ب65. تخيلوا الجواكت دي ب65 فين لما كنا بنصورها وكنت بوريها لكم ب35 جنيه؟ فاكرين الجواكت دي كانت ب35 جنيه؟ فيعني انا بصراحه انا يعني من المره اللي فاتت لو فاكرين لما نزلت لكم الفيديو ده وقلت لكم فعلا في حاجه غريبه في الوكاله. يعني الاسعار بقت مبالغ فيها، معرفش ليه كده. يعني ممكن عشان الدنيا زحمة او اقبال البنات على الشراء في الوكالة، بس كنت بلاقي بصراحة يعني بلوفرات وحاجات بدأ مثلا ب100 و120 يعني حاجات احنا كنت بلاقيها مثلا ب35 وب65 زي الجواكت دي كده بقى. فالمهم لقيت الدنيا فعلا اسعار بقى مبالغ فيها قوي، ممكن عشان كمان تعويم الدولار وممكن عشان الدنيا غليت فهم كمان غلوا. وزي ما في الغالي في كمان الرخيص. يعني العبايات اللي انا بصورها لكم بتاعت البيت دي وعليها الفساتين والحاجات دي ب35 جنيه بس. عايزه عينك في وسط راسك لان ممكن تكون فيها عيب ولا حاجه وانتي مش شايفاه. يعني انا كان في حاجات كده كنت بدقق فيها لا كان فيها قطع. هنا بقى يا بنات كانت البيجامات دي كانت حريمي كده وحلوه قوي، عجبتني بصراحه. في حاجه كام حاجه كده كان ترندي وعجبني قوي وب100 جنيه. دي اكتر الحاجات اللي كانت عجباني جدا، كان شكلها حلو قوي. واللي هي طالعه اوفر سايز كده من فوق والقصيره دي كان شكلها حلو قوي قوي. بصوا حاجه زي كده لكرة كده وبالبنطلون بتاعها، هو معلق البنطلون بالتيشيرت والاتنين ب100. وكان في كمان مقاسات واسعه منه. وده كده كنت جنب سنتر الاولياء على طول، ولا رحت كده ولا رحت كده يا بنات. بصوا كمان التايجر دي بصراحه كانت خامتها زي خامه المهير اللي هو الناعمه قوي، الخامه الناعمه قوي قوي وعجبني كمان. بصوا ده كمان اللي هي الغامقه دي كانت برضو حلوه قطيفه، بس كان لونها عشان اسود. مشكله الاسود في الوكاله ان هو بيلم تراب وكمان بيبان ان هو مش حلو، بس غسله يعني من دي بتبقى حلو. بصوا بقى انت ممكن تجيبي بيجامه زي دي من بره وهتلاقيها ب120 130 وتلبسي جديد. بس هنا بقى لقيت لكم ماركات، يعني لقيت لكم كده ماركات ان هي ماركه لانجري مثلا، اللي هي ماركه يعني ب100 جنيه. اي اقل بيجامه من هناك مثلا كنت هتلاقيها ب400 جنيه او حاجه. لو خدتوا بالكم اديتكم اللقطه كده عشان تبقوا عارفين الشارع، وعليت الكاميرا كده عشان تشوفوا سنتر الاولياء عشان تجيبوا، يعني لو حابين تجيبوا العبايات دي او البيجامات دي او الحاجات اللي انا مصورها لكم دي تعرفوا المكان. سنتر الاولياء صورت عنده كتير جدا لان حاجته بصراحه بتبقى حلوه والحاجات فعلا بتبقى اسعارها مناسبه. بصوا حاجه زي كده برضو قطيفه وبنطلونها برضو ب100 جنيه. اي بيجامه من هنا اي ترنج من هنا ب100 جنيه. وشايفين بصراحه خامتها كانت ناعمه قوي وحلوه قوي. بصوا حاجه زي كده كمان كان في موديلات كتيره جدا جدا من الترنجات. وعلى فكره الراجل ده على طول واقف وعلى طول بينزل ترنجات جديده، حاجات موديلات جديده يعني.
بصوا حاجة زي كده كمان برضو كان شكلها حلو قوي. يعني طول ما انت بتدوري هتلاقي حاجات فعلا حلوة في الوكالة، بس اهم حاجة تدوري، لان الوكالة دلوقتي بقت مليانة هلاهيل. انا عشان اصور لكم في الوكالة انا بتعب جدا عشان اجيب لكم حاجات حلوة كده تعرفوا تتفرجوا عليها وتعرفوا يا بنات الاماكن اللي موجودة في الوكالة. يعني فعلا الوكالة دلوقتي بقت زحمة جدا، وبقت اسعارها مبالغ فيها، وبقى البياعين تحس ان هم استغلاليين جدا. وبالذات اللي هو يعني تلاقي بلوفرات ب100 و120 جنيه، كنا بنلاقي الحاجات دي في المحلات، فدلوقتي انت بتلاقيها على الاستندات، فبتتعبي جدا عشان تلاقي حاجة مناسبة ليكي، وتلاقي كمان سعرها مناسب. يا رب تكوني النهارده الجولة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.